عشان مفيش خبرة. ماشي، يعني انتوا كلكم مشكلتكم انتوا مش عارفين تكتبوا ايه. طيب خلينا نروح تاني. أول حاجة احنا ازاي بنعمل بقى ايه، بنجيب المهام الوظيفية اللي احنا المفروض تتكتب في الاكسبيرينس عندنا. أول حاجة أنا بروح مثلا في الجوبس، قسم الجوبس هنا بكتب لو أنا جونيور يعني جرافيك ديزاين. لقيت إن مثلا أدي واحد أهو، شركة منزلة إن هي عايزة جونيور ديزاينر. تمام، بنزل بشوف الحاجات اللي مكتوبة هنا إيه. كذا كذا كذا. أنا مثلا بسيط أهو، فلقيت مثلا يعني أنا بعمل النقطتين دول حلو، فبروح جاي واخدهم كوبي ورايح عند البروفايل عندي، بعمل اد بوزيشن. أنا طبعا بعد ما أكون مليت البيانات دي باجي هنا بقى بحطهم نقطتين مثلا مؤقتا يعني أهو. ماشي، أنزل عند اللي بعدها. كذا كذا كذا، خلاص مفيش من هنا حاجة عجباني، بروح على اللي بعدها. تمام. بقعد أقرأ دي مثلا، ما لقيتش مثلا إن هي فيها حاجة قوي تلزمني، فخلاص باجي هنا مثلا لقيت مثلا دول بالنسبة لي تمام، فبروح رايح هنا وأزودهم برضو. خلصت دي، بدور على حاجة تانية. طب لو لقيت حاجة مثلا جرافيك ديزاينر عامة كده فممكن أبص فيها برضو. لقيت إن لأ، مش يعني مش حاجات قوية أوي. ممكن مثلا لقيت إن أنا دول، بدي مثال يعني، خلينا مثلا مثلا راح جاي واخدها شرطة. أنا كده يعني جمعت 5 أهو. تمام، فبروح جاي خلاص كده تمام. أنا مثلا بقى وأنا بكتب هنا أهو، بكتب جرافيك ديزاين. ماشي، لو اللي أنا التايتل بتاعي مش موجود هنا، الاقتراحات دي بختار أقرب حاجة ليه. بلاش تكتب مثلا انت مثلا ليك تايتل مثلا في الشركة اللي عندك مثلا مش موجود هنا، فما تكتبوش. مثلا انا هألف تايتل دلوقتي ميد، مثلا في حاجة اسمها كده ميد سينيور مثلا. مادام ما ظهرليش هنا يبقى بلاش اعمل حلو، هخليها سينيور بس، هظهر لي اهو. ده علشان لما حد يجي يعمل سيرش اظهر له، لكن لو انا عملتها مثلا حاجة مش موجودة مش هظهر. ماشي. طيب لو انتوا لاحظتوا هنا في اسم الشركة كاتب لي إن هو ضروري، ففي نجمة هنا دي ضروري أهو. تمام. طب أنا لو اخترت إن هو فريلانس، علامة النجمة اللي هنا اتشالت. حد حد لاحظها ولا أعمل زوم؟ تمام، واضح، أيوة. خلينا هنا علامة النجمة اللي هنا إيه باينة. ده ضروري إن أنا أحط الشركة. لو أنا مثلا اخترت فول تايم هلاقيها لسه موجودة، بارت تايم أو أي حاجة تانية هتبقى موجودة. أول ما بختار فريلانس بتتشال، إن فريلانس أنت مش في شركة، فهتحطها مش هيدي معاك انت كام. فاول ما تحط فريلانس هتلاقي الدنيا ظبطت معاك عادي. علشان لو انت شخص ما اشتغلتش في شركة قبل كده تعمل اللي انت فريلانس فخلاص الدنيا تمام يعني. ريموت، مش لازم اللوكيشن خلاص. اعمل مثلا انت بتشتغل فريلانس من امتى مثلا. اول ما تعمل سيف هتلاقيها ظهرت في البروفايل عندك. حلو. انا مش هعمل سيف. طيب طريقة تانية غير الجوبس، في لينك كده تبع لينكد ان. بشوف مثلا لو انا محاسب، بدخل عنده بضغط على التايتل بتاعي يعني،
لو انزل تحت شويه اهو، ده جايب لي السكيلز او الحاجات اللي ليها علاقه بالمحاسبين على لينكد ان. فمثلا وانا بعمل الهيدلاين بتاعي ابقى واخد بالي ان لازم يبقى في حاجات من دول في الهيدلاين بتاعي. ماشي. هنا بيقول لك السكيلز اللي المفروض عندك او الكواليفيكيشنز اللي المفروض تبقى عندك. طيب لو دخلت مثلا على بنك تيلر، انزل تحت شويه اهو، هنا جايب لي الحاجات اللي انا ممكن استخدمها واحطها في المهام الوظيفيه اللي انا كنت لسه فاتحها. تمام. ده مثلا معظم الناس الريكروترز اللي بيجوا ينزلوا شغل بياخدوا الحاجات من هنا. فانت اتاكد ان انت حاطط حاجات من دول عشان لما تيجي تعمل ابلاي مثلا على اي جوب وانت حاطط دول في البروفايل عندك، يبقى انت فرصه قبولك تبقى ان انت تتقبل تبقى اقوى. تمام. حد يعني في حاجه لسه مش مفهومه او حد عنده اي مشكله في حاجه؟ اعتقد كيف كده. أسوي سيرش على الديجيتال ماركتينج مثلا من نفس ماشي نرجع تاني. ديجيتال ماركتينج في الدي، ديجيتال ماركتينج مانجر مثلا. جود. طب معلش تشاركني اللينك هذا؟ هبعته لكم اكيد. تسلم، شكرا. هنا مثلا جايب لي التخصصات بتاعة الديجيتال ماركتينج. فمثلا سوشيال ميديا مثلا مانجر. لما بدخل عليه بيجيب لي بقى الحاجات. ممكن هنا معلش قطعت هنا، هيجيب لي اهو الحاجات اللي المفروض تبقى عندي في البروفايل. طب لو انا مثلا ممكن اروح جاي واخد دول مديهم لشات جي بي تي مثلا اقول له يكتب لي حاجات زيهم. ماشي. لو انت شخص بتستخدم الاي اي يعني، بس اتاكدوا ان الحاجات يعني دول الحاجات اللي شات جي بي تي هيطلعها يبقى فيها كي ووردز قريبه من الحاجات اللي هنا. ماشي. طيب حاجه كمان، لو انا برضو احنا قلنا ان انا شخص جونيور، هعمل سيرش عن الناس اللي جونيور زيي وابدا اشوف هم كاتبين ايه في البروفايل بتاعهم، واخد الحاجات اللي هم كاتبينها اللي تناسبني، مش شرط اي حاجه. مثلا ندخل هنا وهنا وهنا، انزل عند الخبرات بتاعتهم اشوفهم كاتبين ايه. لو لقيته كاتب حاجه وان هي تناسبني خلاص هاخدها. لقيت مش كاتب حاجه زي الشخص اللي احنا لسه فاتحينه خلاص اقفله وخش على اللي بعده. تمام. نخش في اللي بعده بقى عشان منضيعش وقت اكتر من كده. انتوا فهمتوا الفكره. الاباوت، قلنا ان انت في الاباوت لازم يبقى فيه في الاول، هي الشاشه واضحه، الشاشه شغاله. تمام. قلنا ان لازم في الاباوت يبقى فيه جمله في الاول تخليني تستفزني او تخليني يبقى عندي فضول ان انا اضغط على سيمور وافتح الاباوت بتاعك عشان اعرف اكتر عنك. تمام. فقلنا ان لازم يبقى الاباوت في جمله في الاول تخليني اضغط على سيمور. تمام. لازم كمان اعرف من الاباوت بتاعك انت شخص بتعمل ايه، انت مهاراتك ايه، او انا مثلا لما احتاج اجي اكلمك، او انا هستفاد ايه لو عينتك في شركتي. تمام. قلنا كمان ان انت لازم في الاباوت لازم حاطط كول تو اكشن في الاخر، اللي هو مثلا لو انت مثلا صاحب ستارت اب فما تترددش مثلا انك تكلمني. تمام. او مثلا لو انت بتدور على شخص مثلا يعمل لك ريبراندنج فكلمني. لو انا شخص مثلا بشتغل براندنج فممكن احط حاجه زي كده، وبحط الميل بتاعي، ولو في رقم بيزنس حط، رقم شخصي بلاش تحط. تمام. فاللي هو انا مثلا لو انا مثلا اتش ار وعايز اعين حد، لازم يبقى انتوا حاطين في الاعتبار تحطوا حاجه بتبرز المهارات اللي جواك اللي عندكم عشان انا لو اتش ار اشوفه فعينك. تمام.
بلاش حاجة زي الاباوت والاكسبيرينس بالذات تعملوها والسلام كده، لا اهتموا بيها جدا، حطوا فيها وقت وحطوا فيها مجهود عشان تطلعها بأحسن شكل ممكن. طيب احنا كنا وقفنا عند الإديوكيشن بقى. نكتب ايه في الاباوت؟ نكتب ايه في الاباوت؟ ماشي، انا هكتب في الاباوت اول حاجة انا بعمل ايه بالظبط، المهارات اللي عندي ايه. بكتب في الاول جملة استفزازية كده شوية، او جملة تخلي الشخص اللي بيقرأ الاباوت يبقى عنده فضول ان هو يضغط على سيمور ويقرأ بقية الاباوت بتاعي. تمام. بحط كول تو اكشن، وبحط بيانات التواصل بتاعتي، عشان زي ما قلت لكم في الاول ان انا بسهل عن الشخص اللي داخل البروفايل عندي، بسهل له ان هو يوصل لي بسهوله. بحط له بقى رقم تليفون، بحط له الميل، بحط له اي حاجه يقدر يوصل لي بيه. تمام. اللي هو مثلا بسال نفسي بعمل ايه بالظبط، بقدم ايه، بقدمه لمين، بقدمه ازاي، بقدمه ليه. الحاجات دي كلها اسالها لنفسك وجاوب عليها، وبعد كده ابدا اكتب بقى الاجابات بتاعك. نيجي بقى على الإديوكيشن بكتبه، بحط الكلية بتاعتي، بحط الجامعة، وبحط القسم بتاعي، وبحط لو أنا مثلا بشتغل لحاجة أكاديمية أو حاجة تبع الكلية، بحط الجي بي إيه بتاعي، أو بحط التقدير بتاعي. ماشي. لكن لو أنت شخص مثلا جايب مقبول مثلا في الجامعة، ففكرة إنك جايب مقبول في الجامعة فدي مش كويس، فبلاش تكتبه. مش مهم ان انت تكتب الجريد بتاعك لو انت مش شغال شغلانه اكاديميه. تمام. لكن لو انت معيد بقى، مش عارف حاجه في البحث، حاجات من دي، اكتب الجريد بتاعك لو هو عادي. ان انت الجريد بتاعك، لو انت الجريد بتاعك مش كويس بلاش تكتبه. كده كده لو يعني مش مهم، انا مثلا لو اتش ار مش هاجي اعينك عشان الجريد بتاعك حلو. لكن لو انت شخص معيد مثلا في الكليه، شخص مثلا ضيف بتشتغل حاجه كلام. اكاديميه. ايه؟ في تقطيع خفيف. كده كويس. يعني هتكلم وحد ينبهني. انت كنا بنقولها في الإديوكيشن إن أنا لو أنا الجريد بتاعي مش عالي، مش بشتغل حاجة أكاديمية، مش مهم إن أنا أضيف الجريد بتاعي. بحط برضو مشروع التخرج لو هو يفيد المجال بتاعي. يعني مثلا أنا مثلا خالد، أنا خريج كلية علوم، وبشتغل جرافيك ديزاينر، فمش مهم إن أنا أكتب الجريد بتاعي. ومشروع التخرج لو هو مش مجال شغلي فخلاص مش هكتبه. ماشي. لكن لو انا مثلا خريج كليه فنون جميله مثلا وبشتغل جرافيك ديزاينر، فانا مهم ان انا بقى ايه، اكتب اتعلمت ايه في الكليه واستفدت ايه، ولو انا في مشاريع عملتها مثلا وانا في الكليه بضيفها، في سكيلز اكتسبتها مثلا وانا في الكليه بضيفها برضو. ممكن تضيف برضو مشاريع ليك، صور ليها مثلا تضيفها برضو ان انت اشتغلت على حاجه زي دي. فلو انت محاسب، ومثلا لو انت محاسب وخريج كليه تجارة، فاكتب برضو الحاجات اللي انت استفدتها في الكلية والحاجات اللي انت اتعلمتها في الكلية. تمام. قسم الخدمات، مؤخرا لينكد ان بقى عايز يعمل حاجة زي بتاعت زي موقع الفريلانس اللي هو اب وورك ومستقل والحاجات دي. تمام. فهو عامل حاجة اسمها سيرفيس، دي شبه اللي في خمسات اكتر، ان انت بتعرض الحاجات اللي انت بتعملها وحد بيدخل يطلب الخدمة بتاعتك دي. تمام. فانا بكتب about او بكتب وصف للخدمه، خدوا بالكم من دي، بكتب وصف للخدمه بتاعتي، مش مش عني، مش بكتب عني. يعني ما تاخدش الاباوت بتاعك كوبي وتحطه هنا غلط. اكتب انت بتقدم ايه. تمام. وبتحط الخدمات اللي انت بتقدمها. بعد كده بتكتب اللوكيشن بتاعك، وبتكتب لو انت عايز تكتب سعر اكتب سعر. تمام. خلوني اعملها معاكم لان دي مهمه. بصوا، لو انتم ظاهر لكم ان انتم تضيفوها، بتعملوا اد بروفايل سيكشن. ماشي. وهتلاقيها في الكود. ماشي. بتبقى شكلها كده. دور لو انت عايز تضيف اي حاجه في البروفايل عندك، اد بروفايل سيكشن، بتدور عليها هنا. تمام. فانا هختار اهو، بكتب هنا وصف عن الخدمه اللي انا بقدمها، وبضيف الحاجات اللي انا بقدمها. ماشي. بلاش تبقى انت مثلا بتعمل اكتر من حاجه وتضيفها هنا، لا، هنا بتضيف حاجه واحده بس، حاجات ليها علاقه بمجالي. تمام. وبكتب انا اقدر اعمل حاجه زي دي فين، مثلا في القاهره او ريموت. ماشي. ولو انا عايز احط سعر للخدمه بتاعتي، بحط سعر مثلا، ممكن انا مثلا هنا اكتب سعر الساعه بتاعي مثلا، ممكن اكتب $10. حلو. فالداخل يطلب الخدمه دي يبقى عارف ان انا مثلا لو الشغلانه دي هتاخد مني ساعتين، يبقى الشغلانه دي ساعه ب $20. اقل من، انا مثلا بفضل اخليها كده. ماشي. بضيف كمان ميديا، ممكن مثلا تحط صور او حاجات انت عملتها
مثلا لو انا كاتب فوق براندنج احط مشاريع براندنج هنا. تمام، وبعمل سيف. دي شكلها كده بقى. ولا حد يعني انت لما تعملوا ال السكشن ده عندكم يبقى شكله كده. حلو. هنا دي الحاجات المالتي ميديا اللي انا ضفتها. طيب انت بقى عشان يبان لك الريكوستس اللي هنا لازم يبقى انت عامل حاجه اسمها لينكد ان بريميوم. انا مثلا اهو دي ناس طالبه الخدمه بتاعتي، ماشي، بس انا مش عارف اشوفها لان الايكون بتاعي لينكد ان بريميوم حاجه اسمها كارير. انت عشان دول يبان لك لازم يبقى بزنس. تمام، فمش هيبان لك اي حاجه من دول. فتاكد ان انت لما تيجي تعمل دي يبقى اعمل الاكونت بتاعك بعدها بريميوم. ماشي، وهقول لكم في الاخر خالص ازاي تعمل الاكونت بتاعك بريميوم بطريقه رخيصه جدا جدا جدا. اتفضل يا يوسف. اتفضل. افتح المايك واتكلم آه على طول. حضرتك قلت خلاص يعني انك هتشرح ازاي هنشترك في لينكدين بريميوم يعني. اه تمام، ما تقلقش هقول لكم على كل حاجه. تمام تمام، شكرا. نعم. الفيتشر ده، ده مثلا خلونا نفترض ان انا مثلا دلوقتي انا عندي محل، ماشي، فالمحل ده ليه واجهه، فبحط في الواجهه بتاعتي مثلا لو انا عندي مثلا محل جزم، ماشي، فانا بحط في الواجهه او الفاترينا اللي بره احلى جزم عندي علشان اشدك تدخل المحل تشتري من عندي. تمام، دي زيها. بحط مثلا السي في بتاعي، بحط البورتفوليو، عايز اضيف شهادات مثلا اخدتها فبحطها، كاتب مثلا مقالات فبحطها عليها، بوست مثلا منزله مثلا عندي والبوست ده قوي مثلا فبحطه، هكذا. نروح نقول لكم بتتعمل ازاي. البروفايل عندي اه، ده سيكشن الفيتشر ده عندي. هتلاقيني حاطط ان انا مثلا كنت عامل ورك شوب، فده انجاز مثلا بالنسبه لي، فانا هتلاقيني ضايفه. تاني حاجه هتلاقيني ضايف البورتفوليو بتاعي. تالت حاجه هتلاقيني مثلا برضو كنت عامل ورشه فده الاعلان بتاعها. رابع حاجه مثلا هتلاقيني ضايف فيدباك عن حد مثلا كنت حد زيكم كان في الراوندات وجاله شغل بعد اول اسبوع مثلا، هكذا. بروجكت مثلا كنت منزله فحطه برضه، أو دي مثلا حاجات أنا كنت كاتبها فحاططها. بتحط الحاجات اللي أنت شايفها إن هي كويسة أو شايفها إن هي قوية من وجهة نظرك بتحطها فيه. بس أهم حاجة اتأكدوا إن أنتوا حاطين البورتفوليو بتاعكم والسي في. طيب أنا مثلا لو حطيت كذا حاجة عايز أرتبهم عادي سهل، بضغط على السهمين اللي فوق بعض وأبدأ أرتبهم. مثلا عايز أطلع مثلا دي فوق، بضغط عليها هنا واسحبها فوق. ماشي، بص ورا هيحصل ايه اهي، تلاقيها طلعت فوق. تمام. طب لو انا عايز اضيف حاجه بضغط على علامه الزائد دي، اد بوست، ماشي، ده بضيف بوست من اللي انا منزلهم بضيفه هنا. ماشي. نيوزليتر، لو انا عايز اضيف نيوزليتر بضيفها هنا برضه. مثلا مقال انا كاتبه عايز اضيفه من هنا بضيف. لينك مثلا بيهانز بتاعي ممكن اروح جاي اضيفه من هنا. عايز اضيف حاجه مثلا بصور بضيفها من هنا. برزنتيشن بقى او ملف بي دي اف بضيف برضو من هنا. تمام. يعني عشان تيجي تضيف السي في بتاعك بتعمل اد ميديا، بتختار البي دي اف اللي انت عامله وتعمله من هنا وتكتب مثلا ان ده السي في او البورتفوليو بتاعك. الشهادات بحط في الشهادات الحاجات اللي انا خدتها في مجالي. مثلا ما بقاش مثلا انا بشتغل جرافيك ديزاينر اروح جاي حاطط شهاده مثلا خدتها في الاسعافات الاوليه،
مش هتفيد حاجة في مجالي، بالعكس دي هتلخبط الخوارزميات بتاع الاكونت بتاعي. فتأكدوا ان انتوا لو هتضيفوا شهادة في مجالكم ماشي، مش هت... يعني الشهادة تبقى بعيدة عن مجالكم بلاش تضيفوها. تمام. الأعمال التطوعية بضيف فيها الحاجات برضو اللي أنا عملتها وأنا في الكلية مثلا، أو أي حاجة أنا عملتها تطوعية، بس برضو تكون في مجال شغلك، ما تضيفش حاجة مش في المجال. دي زي الخبرات بتاعت الاكسبيرينس، بس بتضيف فيها إيه بقى؟ المكان اللي أنت اتطوعت فيه كنت بتعمل إيه بالظبط، المدة. بتحط برضو حاجات أنت اتعلمتها. ممكن أشارك كورسات مهمة أو عشان حضرتك ممكن تعمل كده عادي. اتفضل. اتفضل يا عبد الله. مهندس، أنا الآن عندي خبرة في التسويق، وبرضه خبرة قوية جدا في الجرافيك ديزاينر. ماشي. ما أدري هل أكتبهم مع بعض، والبورتفوليو آه، عندي تقريبا مع بعض. بص، هل أنت عندك حاجة في مجالك يعني بتخدم على المجالين على بعض، بيخدموا فيها؟ تقريبا الجرافيك ديزاينر مرتبط بالتسويق مظبوط. والماركتينج، مظبوط. لأنه فخلاص ما جرافيك دام. ديزاينر يعني مو جرافيك ديزاينر سوشيال ميديا فقط. طيب زمان كنت بص. أشتغل سوشيال ميديا، الآن بص هقول براندنج لك على حاجة. تقريبا. مم. المفروض إن أنت كجرافيك ديزاينر يبقى عندك مهارات تسويق، ده مش غلط. تمام. فأنت عادي لو عملت كده، لكن مثلا ما بقاش جرافيك ديزاينر واحط مثلا ان انا عندي خبرات محاسب، ما مم. دام حاجه بتخدم على المجال بتاعي خلاص مفيش مشكله. لكن ما دام بعيد عن بعض بلاش ان انا احطهم في البروفايل عندي. لو انا مثلا بشتغل اكتر من مجال، فاقعد فكر كده مع نفسك. انا عايز الناس تعرفني بايه؟ عايز الناس تعرفني مثلا ان انا بشتغل محاسب، ولا الناس تعرفني ان انا بشتغل جرافيك ديزاينر؟ خلاص. عايز جرافيك ديزاينر، فهبني البورتفوليو، هبني البروفايل بتاعي على الاساس ده. طب لو انا مثلا كنت بشتغل 7 سنين محاسب واشتغل سنتين جرافيك ديزاينر، وصعبان عليا الخبرات اللي انا خدتها دي، معلش. يعني انساها. انت دلوقتي عايز الناس تعرفك كجرافيك ديزاينر، ما تحطيش ان انا اشتغلت 7 سنين محاسب. هستفاد ايه لو انا اتش ار الصوت وجاي اعينك يقطع. على جرافيك؟ الصوت بيقطع عند كله. الصوت بيقطع. كده كويس. إيه، ماشي. الحين واضح. ماشي. كنت بقول ان انا مثلا ما بقاش ان انا جرافيك ديزاينر وبشتغل مثلا 7 سنين محاسب وجيت اشتغلت سنتين جرافيك ديزاينر. لو انا اتش ار مش هستفاد حاجه بال7 سنين اللي انت اشتغلتهم دول محاسب. حلو. فبقعد افكر مع نفسي انا عايز الناس تعرفني بايه. لو وصلت الاجابه، ابني البورتفوليو بتاعك على اساس الاجابه دي. ممتاز، في الشيء اللي أنت مرتاح له أكثر. بالظبط. اللي انت بقى ممكن يبقى انت اهدافك مختلفه، ممكن تبقى انت مرتاح له اكتر، ممكن يبقى انت بتبدع فيه اكتر، ممكن يبقى مجال فلوسه احلى. انت مثلا شخص عايز تركز على الفلوس مش عايز. كل واحد على حسب هدفه. السكيلز دي مهمة جدا 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 جدا. بضيف السكيلز بتاعي على اساس المجال بتاعي، بقعد اكتب حاجات مثلا. تعالوا نعملها سوا. الصوت بيقطع تاني برضه. تاني انا مش عارف المشكلة بسبب ايه بصراحة. طيب صوتي كده كويس، احسن من قبل كده ولا قبل كده كان احسن؟ كده احسن. تمام. ماشي. خلينا بقى نبدأ على طول. سكيلز بقى. السكيلز دي انا بحط المهارات اللي انا بقدر اعملها. ماشي. طيب المهارات دي انا ممكن اجيبها منين؟ بروح جاي عامل ضغط على علامة الزائد اللي هنا، وببدأ اكتب حاجات ليها علاقة بمجالي. فلقيت مثلا جرافيك ديزاين. ماشي. فبختار وابدأ اعلم انا كنت بعمل المهارة دي في اي شركة من الشركات، ولو انا مثلا استفدت بيها من الجامعة بضيفها، ولو انا مثلا كنت واخد شهادة اتعلمت فيها المهارة دي بضيفها برضه من هنا. تمام. واعمل سيف، وهنا بيقول لي ان هي منضافة عندي. حلو. عملت دي. ببدأ اعمل حاجة تانية. ببدأ اكتب مثلا المهارة اللي عندي، وابدأ اشوف الحاجات اللي ليها علاقة باللي انا بعمله. ماشي. طيب دي الطريقة التانية، بعمل سيرش عن الناس اللي في مجالي، وابدأ اشوف المهارات اللي عندهم وابدأ اجمعها. حلو. وابدأ افلترهم فيهم، بشوف بقى الحاجات اللي انا اقدر اعملها. دي طريقة تانية. تالت طريقة، بدخل على الجوبس اللي هنا واشوف الحاجات اللي مثلا انا مثلا كجرافيك ديزاينر بشوف ان الحاجات اللي هنا دي. ماشي. انا مثلا لو جيت عملت ايزي ابلاي دي،
في 20 واحد مقدم. حلو. طب انا بترتب على اساس ايه؟ بترتب على اساس الاكسبيرينس اللي انا كاتبها، والسبب الاهم اللي انا بترتب علشانه السكيلز اللي انا ضايفها. حلو. فانا لو جيت ضغطت هنا هيبان لي السكيلز اللي الشغلانه دي عاملاها. طيب لو انا مثلا في سكيلز مش عندي بيبقى شكلها زي اخر واحده دي. حلو. فببدا اضغط على علامه الزائد، بختار مثلا كنت عندي مثلا هنا وهنا وهنا مثلا، هنا مثلا، وهعمل سيف، اروح جاي الاقيها ظهرت هنا. تمام. لما بعمل دي بروح جاي رايح على السكيلز اللي بعدها، وهكذا اعمل كده في كله. ماشي. لما بخلص الشغلانه دي بروح جاي رايح على اللي بعدها، ببدا اعمل نفس الخطوات. حلو. خلصت دي بروح على اللي بعدها، دي مش منزلين فيها حاجه. بروح هنا ببدا اعمل. تمام. وهنا مثلا انا عشان عندي 9 من الحاجات اللي هم محددينها، فبيقول لي ان انا هاي سكيلز ماتش. حلو. طب انا مثلا هكتب مجال بعيد عن مجالي يعني. بصوا، لو انا مثلا ما عنديش السكيلز اللي مطلوبه هتبان لي بالشكل ده. حلو. طب انا لو جيت قدمت وانا مثلا مكتوب لي 1 اوف 10، 2 اوف 10، 3، ايا كان الرقم، بس هي لسه مش مكتوبه ان انا هاي سكيلز ماتش. حاجه ترتب على ال 100 دول ممكن مثلا ابقى 90، ممكن ابقى 95، وانا ابقى في الاخر. ترتيبي مش هيبقى في الاول. تمام. فمهم جدا ان انتوا تعملوا السكيلز اللي في كل شغلانه اللي ليها علاقه بالمجال بتاعكم. حلو. باجي هنا بقى لما بضيف كل الحاجات اللي انا خلاص عملتها، مثلا انا عايز ارتبها، فباجي اعمل ري اوردر للحاجات اللي انا بقى ايه، انا شايف مثلا نفسي قوي مثلا في الارت دايركشن، فبحطه في الاول. في اللوجو ديزاين بحطه بعده مثلا. آه، مثلا ديزاين تولز مثلا، براندد جرافيك ديزاين مثلا. خلاص انا رتبتهم، لما ارجع عليهم يترتبوا بالترتيب اللي انا عملته. ماشي. ده علشان لما حد يدخل البروفايل عندي ويعمل سكرول وينزل تحت، يبقى دول اول حاجات بتبان عندي. تمام. اللينكد ان بيديك ليميت 100 سكيلز. حلو. حاول ان انت مثلا، دي ملهاش علاقه بالليفل بتاعك. تمام. حاول ان انت مثلا تبقى حاطط ازيد من 50، 45، ما تقلش عن كده. تمام. ان هو لو شايف ان انت مثلا آه، شخص مثلا مستواك لسه جونيور مثلا، لو هو شايف ان انت مش تقدر تملى ال 100 سكيلز دول، ما كانش فتح لك الليميت ده. حلو. فحاول انت دايما تعملوا سيرش كتير بقى. اسف. حاول انتوا تعملوا سيرش كتير عن الناس اللي في مجالكم، وشوف هم حاطين ايه. يعني مثلا ادخل على البروفايل عندي، شوف انا عامل ايه، وخد اللي انت تعرف تعمله وضيفه عنه. مش عيب. تمام. خش برضو على الشغلانات اللي هنا، ابدأ افتح واحدة واحدة وشوف السكيلز اللي هم حاطينها وضيفها، عشان لما تيجي تعمل ابلاي على حاجة من هنا يبقى انت ترتيبك في الشغلات اللي انت بتقدم عليها ترتيبك اعلى، فيبقى فرصة قبولك اعلى. تمام. طيب في حاجة اسمها اندورس. اندورس دي مثلا انا لما بدخل على اكونت حد في فيرست كونكشن بالنسبة لي، فبأكد او بصدق ان الشخص ده عنده المهارة دي. تمام. طيب انا ازاي اجيب الاندورس دي؟ ممكن مثلا انا مثلا احنا اهو جروب مع بعض اهو، ممكن ادخل اقول لكم اعملوا لي اندورس واعمل لكم اندورس، فانا كده ابقى بفيدكم وانتوا بتفيدوني. تمام. انا كده باكد ان انتوا عندكم المهاره دي، وانتوا بتاكدوا برضو ان انا عندي مهارات. تمام.
وممكن مثلا لو حد انا ما اعرفوش ممكن تدخل تعمله اندورس، وهو يعني تكرما منه مثلا انه يدخل يرد لك الاندورس ده. تمام. فدي الطريقتين. الريكومنديشنز بقى، الريكومنديشنز دي حد مثلا انا اشتغلت معاه قبل كده، فبطلب منه ان اقول له خش اكتب ريكومنديشنز عندي. الريكومنديشنز دي فايدتها ان دي بتبني تراست شويه، ان انت عند العميل انت فعلا عندك المهاره دي، او ان انت شخص بروفيشنال، او ان شخص انت شاطر في عينك كويسه، شخص كرييتيف، الحاجات دي كلها. فمثلا انا اشتغلت في شركات قبل كده، فبدخل ابعت للناس اللي انا اشتغلت معاهم يعني مديري مثلا، زميلي، اتش ار، اي حاجه من دي، بطلب منه ان يدخل يبعت لي اندورسمنت، بدخل قصدي ان هو يكتب لي ريكومنديشن. باجي هنا ماشي، بضغط على علامه الزائد دي، هنا بيقول لي ask for a recommendation ولا give recommendation. لو عملتها ask بكتب سيرش اهو، مثلا مش عارف مين فيكم اللي عندي فيرست مثلا، مش عارف مثلا اكتب اسم يوسف، اهو يوسف عندي ماشي. فمثلا يعني بضغط كونتين، بشوف انا مثلا اشتغلت مع يوسف فين قبل كده. حلو. فبشوف علاقتك هنا ايه مع يوسف، مثلا بيقول لك انت كنت مديره، ولا كنت بتريبورت ليه، ولا انت كنت سينيور مثلا بس ما كنتش مدير على يوسف. المهم بتقرأ ان انت مثلا اشتغلت مع يوسف فين بالظبط. هنا مثلا لك انت كنت كلاينت عند يوسف، هو كان كلاينت عندك، او انت علمته، او انت كنت منتور ليه، الحاجات دي كلها ماشي. ف مثلا خلينا نختار دي. حلو. هنا بيقول لك انت في انهي شركة، انا هختار دي مثلا، واروح جاي باعت له مثلا، عايز ابعت لو انا عايز اسيب دي زي ما هي كده اسيبها عادي، عايز اكتب حاجه معينه اكتبها. لما بضغط على سيل دلوقتي يوسف راح له مسج اهو، دي شكل المسج اللي وصلت ليوسف، يعني هو ممكن ياكد لنا. تمام مظبوط. اه انا لسه واصل لي حالا اهو. تمام. اليو ار ال، اليو ار ال ده احنا كان في تاسك والمفروض ان انتوا كلكم عملتوه، بتعمل بتخلي في حد. طيب هقول اليو ار ال وممكن تسالي، اتفضلي تسالي سؤالك يعني بعد. اليو ار ال ده مثلا اول لما بتعمل الاكونت بتاعك بيبقى فيه ارقام كتير ماشي، واحنا قلنا ان لينكد ان في الاول خالص ده يعتبر محرك بحث. حلو. فاليو ار ال بتاعي بيفيد في حاجه زي كده، لازم يبقى ماشي. هخلص الجزء ده اخد اسئلتكم كلها. لازم يبقى اليو ار ال بتاعي حاجه مثلا بتعبر عن مجالي. دي مش شرط، مثلا ممكن اكتبه مثلا خالد وليد جرافيك ديزاينر، ممكن خالد وليد بس، ممكن مثلا خالد وليد 99، يعني حاجه اقلل الارقام بتبقى في الاخر دي. اهم حاجه يبقى حاجه بتحتوي على اسمي، ولو انا عايز اضيف مجالي بضيف مجالي. تمام. آه اللي عايز يسال اسئله بقى. اوكي، انا عندي سؤال بخصوص recommendation. اذا في جهات انا عملت معها لكن ما عندها لينكد، يعني هذول الاشخاص، فكيف اقدر اخذ وانا عندي توصية من عندهم لكن مثلا كخطاب رسمي وليس مش في اللينكد، لا، فكيف ممكن اني اضيفها؟ ملهاش اي طريقه غير ان هو يبقى عنده لينكد ان. اوكي، يعطيك العافية. هل من الضروري أضيف سوفت سكيلز؟ ضروري برضه إن أنت تضيف سوفت سكيلز، لو أنت عندك سوفت سكيلز معينة ضيفها، مش شرط تكنيكال بس. حد ده عنده سؤال تاني؟ طيب احنا كده خلصنا السيشن النهاردة. المفروض إن انتوا البروفايل بتاعكم كامل كده، شرحنا كل حاجة في البروفايل. حاجة أخيرة لسه ما شرحناهاش هقولها لكم سريعا كده عشان يبقى انتوا كل حاجة معاكم. اللوكيشن بتاعي هنا ماشي. مثلا انا من المحله تمام، بس في ناس بتتعامل ب- بعنصريه شويه كده مع الناس اللي هي في الاقاليم والناس اللي في الصعيد والحاجات دي. فانا مثلا لو انا بدور على شغل ريموتلي ممكن اعمل ان انا من القاهره. حلو. طيب لو انا مثلا من مصر وبستهدف الفتره دي عملاء من السعوديه مثلا، تمام، فبعمل اللوكيشن بتاعي من السعوديه. حلو.
يعني عشان الناس اللي هم بيدوروا على ناس يعينوهم في الشركات وعايزين حد مثلا يكون قريب، فأنت تظهر له. تمام. لكن لو أنت مثلا من الدلتا، من الصعيد، بلاش أنت تعمل مثلا أنت من أسيوط، الوادي الجديد، مش هتتعين. لو حد اتش ار وداخل يوظف حد، مش هيعين حد بعيد عن القاهرة. لو أنا مثلا شخص مثلا من الإمارات وعايز أعين حد من مصر، أول حاجة هدور عليها القاهرة. معظم الناس اللي بره ما يعرفوش حاجة في مصر غير القاهرة، فبيدور على حد في القاهرة. تمام. بعدل الموضوع ده منين؟ بضغط على القلم اللي هنا وبنزل تحت، بختار في اللوكيشن البلد والمدينة اللي أنا فيها أو المحافظة اللي أنا فيها. تمام. طيب، حاجة أخيرة برضو، هنا المفروض إن أنت بتبقى حاطط المجال بتاع الكلية بتاعتك، تبقى حاطط الوظيفة بتاعتك. تمام. لو أنت مش عايزهم يظهروا، بتبقى بتشيل دي. أنا مثلا لو شلت العلامة من هنا وعملت سيف، هلاقيها اتشالت من هنا. تمام. طيب، لو أنا عايز أرجعها تاني، برجع واختار أهو. طيب، مثلا هنا أنا مثلا ظهر عندي إن أنا بشتغل فريلانس حاجة، وبشتغل إن أنا في الشركة دي سينيور جرافيك ديزاينر. ماشي، إن أنا يعني في البروفايل ده لسه بشتغل في الشركة دي، وعايز دي اللي تبقى ظاهرة، فبضغط عليه. السلام عليكم. المفروض إن هي ظهرت هنا. قال له خالد. تمام. اتفضل. بس سؤال هنا عندك بعض الصور تلاقيها البروفايل تبعهم مكتوب open to work. ايه الفرق بقى بين open to work؟ هتكون صورة بدون غير هي الكلمة دي. ماشي، هي دي المفروض المرة الجاية ولا لا؟ ما ماشي تقلقش، ما تقلقش، كل حاجة في لينكد إن هتعرفوها، فما تقلقش خالص من حاجة زي دي. إن شاء الله. بس عشان أقولها لك سريعا، أنت قصدك على الأوبن تورك اللي هي استنى، اللي هي دي صح؟ أيوه بالظبط. ده بادج كده اللينكد إن عامله علشان الناس تدخل على البروفايل عندك يبقى لهم إن أنت بتدور على شغل. مم. تمام، بس أنا في حد قال لي إنه ما ينفعش تحطها. ليه؟ عشان ما يعرفوش إنك يعني مثلا مش بتشتغل حاليا وكده. آه، فلو كنت انت مش شغال يعني فاهمني، فايه أنا رأيك في الموضوع يعني؟ هل أنا ده معناه انك ممكن انه عايز تشتغل بس في مكان تاني، ولا ما نحطهاش اصلا؟ مش فاهم. طيب، خليني أديك سببين. تمام. أول حاجة، لو أنا مثلا عاملها وأنا بشتغل في شركة، لو أنا دلوقتي موظف في شركة وأنا عامل أوبن تو ورك دي، وممكن ال HR اللي أنا شغال في الشركة دي يدخل البروفايل عندي ويشوف، فيسبب لي مشاكل. تمام. تاني حاجة، لو أنا مثلا عاملها ومش حاطط إن أنا بشتغل في شركة، إن أنا مثلا سايب شركتي وبدور على شغل، فدي ليها يعني ليها حاجة إيجابية وحاجة سلبية. حاجة إيجابية إن أنا الشخص اللي بيدخل على البروفايل عندي بيشوف إن أنا بدور على شغل، فممكن يعيني. الحاجة السلبية إن هو ممكن ياخد انطباع سلبي عندي إن أنا ممكن أبقى مش شاطر مثلا، فأنا مش متعين الفترة دي. يعني وصلت؟ الاحسن انه نسيبها فاضي، يعني انه اوريجينال. أنا دايما بنصح إن هي تتصفر، فأنا أعملها كده. أنا أعملها تظهر للناس اللي الأكونت بتاعهم ريكروتر. يعني لو شخص ريكروتر دخل على البروفايل عندي، ممكن تبقى. لو تمام. انا اصلا عامل الجوب اللي عندي، اخر حاجه عندي هتلاقيها ان انا فريلانسر. يعني هنا اهو. طيب، ما هو ده لازم البحث بقى، يعني لما يخشوا البروفايل ويقرأوا كل حاجة. بالظبط. بس لو واحد مثلا من فوق على طول كده ما من مش بره هتعرف. بلاش، مم. بلاش، بلاش تحطها لو انت خايف. انا اصلا ما بحبش ان انا احطها. تمام. حد عنده، اي اسئله تانية؟
عنده أي سؤال تاني؟ تمام، شكرا لكم جدا. السيشن الجاي مهم جدا. المفروض نشرح ازاي بقى تقدموا على الشغل، ازاي تبدأ تتكلم الاتش ار والحاجات دي كلها. فمهم شكرا. جدا انتوا تبقوا حاضرين. مهم جدا 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 ان البروفايل بتاعكم يبقى كامل والتاسكات بتاعتكم خلصانه. ان تمام، شاء الله. بإذن الله. عندنا ويك اند بكره، فاستغل الوقت ده ان انت تكمل البروفايل بتاعك. تمام، شكرا تمام. لكم جدا. شكرا لكم. يعطيك الف عافية. مع السلامه. مع السلامة.